السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حصاد الاسبوع للدوري الانجليزي. هنتكلم النهارده عن جوله الميد ويك، الجوله 15 اللي اتلعبت كلها في نص الاسبوع وفاجئت اغلب الناس اللي بتتفرج على الدوري الانجليزي. فخلينا نشوف ايه اللي حصل في الجوله دي. يلا بينا. جولتنا المره دي اتلعبت في نص الاسبوع، ما اتلعبتش يوم السبت والحد زي ما احنا متعودين، اتلعبت ثلاث واربع وخميس. يوم الثلاث كان عندنا ماتشين، كان عندنا ماتش ابسويتش وكريستال بالاس اللي خلص 1-0 لكريستال بالاس. كان عندنا ماتش مش هتكلم عليه كتير بس حابب بس ان انا انوه عليه والفت نظركم ليه، وهو ماتش ليستر سيتي وويست هام اللي الناس كلها كانت رايحه لويست هام وان ويست هام هتعمل ماتش كويس جدا، بس ما حدش كان واخد باله ان ده كان اول ماتش للرود، اول ماتش لرود فان نيستلروي كمدير فني لنادي ليستر سيتي. وبصمه رود فان نيستلروي بانت وظهرت بسرعه قوي مع ليستر سيتي، وقدروا ان هم يكسبوا 3-1 بعد خسائر كتيره قوي كانت ليستر بتخسرها، بعد اداء باهت كان بنشوفه من ليستر. بس رود فان نيستلروي اللي مسك مانشستر يونايتد 4 ماتشات بالظبط بعد اقاله تين هاج، وقدر ان هو يكسب الاربع ماتشات ومرضيش ان هو يكمل كمساعد مع اموريم، راح مسك مدير فني لنادي ليستر سيتي علشان في اول ظهور ليه يكسب 3-1 في ظل تألق كبير قوي لكل لعيبه ليستر، في ظل تألق كبير قوي للنجم جيمي فاردي، في ظل تألق للاكتشاف بلال الخنوس لاعبنا المغربي اللي عنده 20 سنه، اللاعب الشاب اللي نزل عمل جون واسيست. الراجل مع فان نيستلروي حاجه تانية. فرود فان نيستلروي غير شكل ليستر سيتي. رود فان نيستلروي هيخلينا نشوف ليستر سيتي بشكل جديد باقي الموسم، فخلينا نشوف هيعمل ايه. نروح بقى اليوم الاربع وماتشات يوم الاربع وحلاوه ماتشات يوم الاربع اللي من كترها الواحد ما كانش عارف يتفرج على ايه. هنبدا بماتش السيتي لان انا بالنسبه لي ده ماتش عوده الندله زي ما بيقولوا. مانشستر سيتي جوارديولا قدر ان هو يكسب 3-0 في ماتش صعب جدا من وجهه نظري ومن وجهه نظر اي حد متابع للدوري الانجليزي. هتقولي ليه يا عم دول بيلعبوا نوتنجهام فورست، ايه المشكله لما يكسب 3-0؟ هقول لك لا، نوتنجهام فورست دي يا بيه يعني نونو سانتو يا بيه، نونو سانتو يا بيه يعني الاجلي فوتبول كينج يا بيه. نونو سانتو دوت هو الحفره اللي بيقع فيها كل الكبار، نونو سانتو ده اللي غلب ليفربول، نونو سانتو ده اللي وقع الارسنال، نونو سانتو مدرب عقر، مدرب مش سهل قوي ان انت تكسبه وصعب جدا ان انت تقدر تاخد منه نقطه حتى. فكون ان جوارديولا قدر يكسب 3-0 فانا بالنسبه لي دي عوده كويسه قوي لمانشستر سيتي، وعوده حلوه قوي لكيفن دي بروين بعد الاصابه. الراجل نزل عمل اسيست للجون الاولاني لبرناردو سيلفا، وبعدين الجون الثاني جون حلو قوي، استلم الكوره من جيرمي دوكو وعدل وبيمين وحط الكوره في المقص اليمين لحارس المرمى علشان يتقدم لمانشستر سيتي 2-0. وبعدين يجي الجون الثالث اسيست هالاند اللي للاسف ناس كتيره قوي كانت مستنيه تألق من هالاند، بس هو ما قدرش يعمل غير اسيست في الجون الثالث، ما عملش اكتر من كده. بس خلينا نقول الحمد لله. هتقولي ليه الحمد لله؟ هقول لك علشان نجمنا الوطني المصري فخر العرب محمد صلاح بقى هو هداف الدوري الانجليزي مرة تانية بعد غياب سنتين على التوالي من الصدارة. محمد صلاح بعد الجونين اللي جابهم في ماتش امبارح قدام نيوكاسل قدر ان هو يبقى هداف الدوري الانجليزي منفردا ووحيدا ومتصدرا. قبل الماتش ده كان محمد صلاح فرق بينه وبين ايرلينج هالاند جون واحد، الحمد لله قدر ان هو يجيب الجون الاولاني في نيوكاسل علشان يتعادل معاه ويشترك معاه في صداره الهدافين، وده كان بالنسبه لنا كلنا والله العظيم رضا. بس محمد صلاح بيقول لا علشان يحرج اداره ليفربول اللي لحد وقتنا هذا ولحد الوقت اللي حضرتك بتشوف فيه الفيديو لسه ما قدمولوش عقد جديد علشان يجددوا معاه، مع العلم ان عقده هينتهي في شهر يونيو اللي جاي ويقدر يفاوضوا اي نادي من اول يناير. فمحمد صلاح بيحرجهم تاني زي ما بيعمل كل جوله، ومش بيجيب جون ولا جونين، بيجيب جونين واسيست في الماتش ده، وهو السبب رئيسي في ان هم قدروا يخرجوا بالتعادل وياخدوا حتى النقطه واحده، لان من غير محمد صلاح ما كانوش هياخدوا النقطه دي. هتقول لي ازاي بقى ما كانوش هياخدوا النقطه دي يا عم؟ ده احنا شفنا نيوكاسل اتعادلت بجون حظ في الدقيقه 91. هقول لك لا، ايدي هاو مدرب نيوكاسل قدر ان هو ينتصر تكتيكيا في الملعب على ارني سلوت، مع ان ايدي هاو ده ما كسبش اصلا ليفربول في حياته غير لما كان ماسك بورنموث ماتش واحد، لكن ايدي هاو في الماتش ده قدر ان هو ينتصر على ارني سلوت. ارني سلوت كان في علامات استفهام كتيره، ترينت الكسندر ارنولد جاهز ما بتلعبوش ليه؟ ليه ما بتلعبوش؟ طب انا همشي معاك يا عم، بتعمل روتيشن ومش عايز تلعبه. نزلت لي كوانسا وجو جوميز. يا جماعه جو جوميز اصلا بادئ باك يمين، اصله باك يمين، وكوانسا كلنا شفناه الموسم اللي فات الراجل سنتر باك عالمي، فانت ليه بتخلي لي كوانسا
باك يمين وجو جوميز سنتر باك. انت عكست الرولز بتاعت الاثنين لعيبه، خليت الاثنين لعيبه متبرجلين في الملعب مش فاهمين هم بيعملوا ايه. المفروض كان العكس اللي يحصل ده، لو انت مش هتلاعب ترينت الكسندر ارنولد بس من البدايه انت كان لازم تلعبه، بس يا عم انت ما لعبتوش، بتلخبطنا وبتلخبط لعيبتك في الملعب ليه؟ ده كان علامه استفهام كبيره قوي اللي كان بسببها محمد صلاح مختفي تماما، مختفي تماما اختفاء تام في الشوط الاول، بسبب ان كوانسا راجل دفاعي بحت ما عندوش اي ادوار هجوميه، مش متعود على مركز الباك رايت، مش عارف ايه ادوار الهجوميه اللي المفروض يعملها مع محمد صلاح. فمحمد صلاح كان مختفي. خط الاتصال ما بين الباك يمين والهاف اليمين او الوينج اليمين اللي هو محمد صلاح كان مقطوع تماما يا باشا، كان مقطوع ميه ونور. ولويس هال قدر ان هو يمنع اي حاجه عن محمد صلاح في الشوط الاول، وكان خارج نجم الشوط الاول. طيب ايه تاني؟ انا مش هقول لك بقى مشكله ارني سلوت، انا هقول لك عبقريه ايدي هاو. ايدي هاو يا باشا توقع اللي ارني سلوت هيعمله ده. ايدي هاو توقع ان ارني سلوت نازل ومريح لعيبته، نازل ومريح الدفاع زي ما شفناه مريح ترينت الكسندر ارنولد، نازل وعارف ان في برجله هتحصل في خط الدفاع بسبب وجود عنصرين جداد بقالهم كتير قوي ما شاركوش في المباريات، فطبيعي هيبقى في برجله، فنزل بشراسه هجوميه مفيش زيها. ايدي هاو كان بيهاجم ولا اكني بتفرج على برشلونه بتاعت بيب جوارديولا، ولا اكنك يا باشا بتتفرج على بايرن ميونخ لما كانت بتنزل لا مؤاخذه تكسب بالثمانيه والتسعه زي ما عملوا في برشلونه. ايدي هاو نزل ايزاك انتوني جوردن، الاثنين كانوا بيضغطوا مش ضغط عالي، الاثنين كانوا بياكلوا دفاع ليفربول. نص ملعب نيوكاسل كله كان بيضغط ضغط متقدم، بيضغط من نص ملعب ليفربول. قدر ان هو في كور كتيره قوي ياخد الكره من خط دفاع ليفربول، قدر ان هو في كور كتيره قوي يهرب من دفاع ليفربول، قدر ان هو يهرب في الجونين. الجون الاولاني اللي جابه ايزاك يا جماعه، ايزاك بس انا حابب اشيد بيه، لان انا ايزاك ده انا اسف انا قلت عليه صفقه فاشله، اي ام سوري. ايزاك دوت بيعمل اللي نجمنا كيليان امبابي مش عارف يعمله، الراجل النجم الاسطوره اللي مرشح للبالون دور واللي جايبينه عشان يبقى احسن لعيب في العالم، كل ماتش بيقع لي في 10 تسللات. ايزاك النهارده تبص عليه في اي هجمه تلاقيه واقف في التسلل ب 7 8 متر، الهجمه تتلعب تلاقيه في منت نزل 3 خطوات لورا، ضرب مصيدة التسلل وخطف سبرنت ابن جزمه مفيش مدافع بيعرف يجيبه علشان يطلع يعمل اخطر الهجمات. ده اللي ايزاك عمله وجاب الجون الاولاني، وبعدين بيعمل اسيست لانتوني جوردن اللي بيجيب الجون الثاني علشان يحط صباعه في عين اتخن تخين اللي بيقول ان جوردن اصلا ليفربولي وبيشجع ليفربول وبيعدي في ماتشات ليفربول، فالراجل قال لك يا عم خد الجون اهو. بس محمد صلاح فضل هو المنقذ الاول والاخير لليفربول، وقدر ان هو يتعادل لهم 2-2، قدر ان هو يعمل اسيست في الجون الاولاني عشان يتعادلوا 1-1، قدر ان هو يجيب الجون الثاني علشان يتعادلوا 2-2، وقدر ان هو يجيب الجون الثالث علشان يتقدم لليفربول 3-2 ويحافظ لهم على ال3 نقط لحد ما بيجي كليهير في اخر الماتش في كوره متعرضه، كوره ثابته، كليهير بيطلع بيسيب الكوره على اساس ان الكوره هتطلع في الاوت، مش باصص مين يمينه، مش باصص مين وراه، مش باصص مين قدامه، علشان يجي فابيان شار ويحط الكوره الثابته من على خط الجون في المرمى في الدقيقه 90 عشان يتعادل نيوكاسل 3-3. الجون كان حظ، الجون كان خطأ بشع من كليهير، بس عايز اقول لك ان نيوكاسل ما كانتش تستحق ان هي تخرج خسرانه الماتش ده رغم التألق البشع اللي محمد صلاح كان فيه. نيوكاسل كانت تستحق ان هي تخرج على الاقل بالنقطه اللي خرجت بيها او تخرج بالثلاثه نقط، لان نيوكاسل او ايدي هاو عملوا ماتش كويس جدا. نروح بعد كده لماتش الارسنال ومانشستر يونايتد اللي الناس كلها كانت مستنياه وكانت شايفه ان ده قمه الجوله، ومن ضمن الناس دي هو انا، لان اموريم مع مانشستر يونايتد الناس كلها كانت مستنيه تشوف وجه جديد، عباءه جديده لمانشستر يونايتد وفي ماتش قوي قدام الارسنال، بس للاسف شفنا شوط اول اسوأ من ايه، هقول لك ايه، اللي شاف معايا ماتش الاهلي في نهائي السوبر اللي هو كان اسوأ ماتش شفناه للاهلي، نهائي السوبر الافريقي مع الزمالك اللي خسرناه، الماتش ده كان اسوأ منهم. ماتش ميت، ماتش سيء، ماتش انت مش عارف هل الفرقتين نازلين عايزين يتعادلوا ويروحوا خلاص، هل في ديل اتعمل ومضوا عليه الاثنين قبل ما ينزلوا الملعب، في ايه يا معلم اللي انت بتعمله ده انت وهو. ماتش مقرف، اموريم نازل مش عايز حاجه، عايز الستر من ربنا، وارتيتا نفس الكلام، الماتش كان سيء، اموريم نازل لاعب في التشكيله كميه لعب ومش عايزين نقول الفاظ اكتر من كده لان اللي احنا شفناه ده عك يا راجل. يعني انت عماد ديالو عندك الراجل الفورم بتاعته عاليه بتقعده، راشفورد بتقعده،
بتلعبي لمالاسيا اللي حتى مشجعين مانشستر يونايتد نسيوا مين مالاسيا ده يا عم، مين مالاسيا ده. وجرناتشو ده انا مش عارف اصلا الناس بتلعبه وبتديله فرصه ليه. جرناتشو على قد ما هو لعيب ستار كده، هو بيعمل لك حركه وشو مش عارف ايه، بس لعيب سيء، لعيب تكتيكال ما يجيش منه اي حاجه. لعبت لي هويلاند، حلو هويلاند. ميسون ماونت، هل ده وقت ان انت تنزل ميسون ماونت يا راجل؟ ايه كميه التغييرات اللي احنا شفناها في التشكيله بتاعت مانشستر يونايتد دي، وكنت مستني منها ايه يا اموريم؟ ما انت لما تغير لي 4 لعيبه ولا 5 لعيبه في الخطه بتاعتك، طبيعي ان يحصل دربكه في الملعب، وطبيعي ان احنا نشوف الاداء المقرف ده، وطبيعي ان احنا ما نشوفش اداء اصلا، ونشوف انا مش عارف، عك كروي يعني، هنقول عليه عك كروي يعني. طبيعي ان احنا نشوف العك الكروي ده من مانشستر يونايتد، والناس كانت مستنيه اكتر من كده. يعني جمهور مانشستر يونايتد وهو بيتفرج على الرود فان نيستلروي مع ليستر سيتي، واللي بيعملوا مع ليستر سيتي، قاعدين بيتحسروا، قاعدين بيتحسروا. الراجل ده كان يعني السكند مان في الفرقه، كان هو مساعد المدرب، كان هو مساعد المدير الفني، ومشيناه وجبنا اموريم، ويبقى ده حالنا مع اموريم، وده حل ليستر سيتي مع رود فان نيستلروي. ايه القرف ده؟ ده اقل ما يقال والله. على الناحيه الثانيه بقى ارتيتا برضو عمل ماتش سيء جدا، وانا عايز اتكلم على حاجه في ارسنال يا جماعه، وهي هي مجننانه انا شخصيا، رغم ان انا مش مشجعين ارسنال، واكيد مشجعين ارسنال بيتضايقوا منها اكتر بكتير، وهي الاصابه اللي على غفله دي، او الغياب اللي على غفله. ايه ده هوبا يلا خد اوعى اللعيب ده مش هيلعب. انا مضايقاني عشان انا بلعب الفانتازي وبنعتمد على لعيبه ارسنال كلنا، ده شيء طبيعي، ومضايقه ناس كتيره قوي، ومضايقه مشجعين ارسنال عشان بيشوفوا فرقتهم. فجاه كده صحينا من النوم لقينا قبل الماتش بساعه جابرييل مش موجود وكاليفيوري مش موجود، مع ان كل الكلام ان جابرييل لما خرج الماتش اللي فات ان هو تمام وما فيهوش مشكله وهيشارك الماتش ده، وكاليفيوري ايه اللي ليه كاليفيوري مش موجود؟ حاجات غريبه بتحصل. فجاه تلاقي زينتشينكو اساسي في الملعب، تلاقي كيفيور اساسي في الملعب، رغم الاداء اللي كيفيور كان بيأديه اللي هو كان سيء جدا الماتش اللي فات لما نزل بديل لجابرييل. فارتيتا بيعمل مفاجآت، مش هنقول ان هي مفاجآت لان المفاجآت دي دايما مرتبطه بالحاجات الحلوه او بالمفاجاه الساره. ارتيتا بيعمل كوابيس لمشجعينه، ارتيتا بيعمل كوابيس لكل لعيبه الفانتزي، لحد ارتيتا بيعمل كوابيس لنفسه، لان العك اللي هو بيعكه ده برده بيأثر على الفرقه بالسلب. مش ده الروتيشن اللي احنا مستنيينه يا معلم. وفي نفس الوقت ارتيتا كمل بساكا 90 دقيقه. طب انا استنى الماتش الجاي ان ساكا مش هيلعب؟ ما تفهمني، ساكا ما بيريحش. هل ده يا باشا انتم مضينه على كمبيالات؟ هل ساكا ده جاي لكم مع عقد ملكيه الارض بتاعه النادي؟ انه ما ينفعش تبقى بتريح وبتعمل روتيشن وبتريح اللعيبه كلها، ونجم الفرقه عندك بيلعب ال 90 دقيقه ولا 95 دقيقه كل ماتش. فانا مش فاهم. ارسنال كسبت بكورنرين او كسبوا بضربتين ثابتتين علشان خاطر نرجع نمجد في الراجل ده. يا جماعه بنقول لمره مليون، نيكو جوفر او نيكولاس جوفر مدرب الركلات الثابته في الارسنال هو المدرب الافضل هذا الموسم. مش هقول لك بقى مدرب الركلات الثابته الافضل، لا هو المدرب الافضل، افضل من المديرين الفنيين. الراجل ده لو حسبنا الاجوان اللي ارسنال جابتها بسببه وكميه النقط اللي خدتها بسببه سواء في دوري ابطال اوروبا او في الدوري الانجليزي، هتعرف ان هو ده المدرب الافضل، وهو ده الكي بيرسون في المنظومه بتاعه الارسنال. ارسنال بتجيب جونين من كورتين ثابتين علشان تاخد 3 نقط مهمين في سباقها على الدوري. هتقول لي ليه مهمين؟ هقول لك علشان ليفربول وقعت، وليفربول لما وقعت تشيلسي سحقت ساوثهامبتون 5-1. تشيلسي اللي هي متعادله مع الارسنال في النقاط وفي المراكز، فرق ما بينهم حاجه بسيطه، ده ثاني وده ثالث بفرق الاهداف. تشيلسي كسبت ساوثهامبتون 5-1 في ظل غياب نيكولاس جاكسون، ونكونكو بدأ مكانه، ونكونكو بينزل وبيهدف ولا بيفرق معاه. تشيلسي كانت هتخطف المركز الثاني لوحدها لولا الجونين اللي جم من الكورتين الثابتين. علشان كده بقول لكم الراجل ده احسن مدرب. تشيلسي لما كسبت 5-1 كول بالمر جاب جون سرقوا من نكونكو، الراجل حط الكوره والكوره كانت رايحه في طريقها للشبكه، وكول بالمر دخل كملها علشان ينزل صورة كوميدية او بوست كوميدي على حسابه على الانستجرام، بيقول له فيه سوري يا صاحبي او انا اسف يا صاحبي، بس مدربين الفانتزي كانوا معتمدين عليا كانوا محتاجيني، ما كانش ينفع اخرج الماتش ده من غير حاجة، وانا من مكاني ده بقول له متشكرين يا عم بالمر لان انا مكابتنك، كتر خيرك على الحركة الذوق اللي انت عملتها دي، ومتاسفين ليك يا عم نكونكو. ده يا باشا كان ملخص الاسبوع اللي اتلعب، الاسبوع ال 15 من الدوري الانجليزي، الاسبوع اللي اتلعب في نص الاسبوع. واشوفكم تاني قريب، مش هنبعد كتير لان الاسبوع هيرجع يتلعب تاني الجوله الجايه على طول، جمعه سبت حد اتنين، سواء دوري انجليزي او دوري اسباني، ونرجع لدوري ابطال اوروبا الاسبوع الجاي. فلو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل بسرعه اعمل سبسكرايب، وخش في الكومنتات قول لي ايه رايك في اللي حصل في ماتشات الجوله دي. تشاو.